السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا عندي هنايا السطر ديال الدجاج. يعني بالنسبه اللي كيعجبوا يعني الدجاج كينطاكي، يعني غنقدموه بواحد الطريقه اللي كتجي ساهله وبسيطه وكيجي زوين وكيجي لذيذ وكيجي كذلك مقرمش. كما كتشوفوا معايا عندي الصدر ديال الدجاج اللي قطعته على هاد الشرائح هادو بحال هكذا. ودابا غادي نديرو شي اناء باش ندير ليه العطريه. هانتوما كما كتشوفوا معايا دابا غادي ندير العطريه. بالنسبه للعطريه انا غادي ندير بيدي، غادي ندير الملح يعني على حسب الذوق ديال كل واحد، وغادي ندير سكنجبير. يعني العطريه كلها غادي نديرها بيديا، يعني نتوما على حسب الكميه اللي عندكم. كما كنعرفوا الدجاج راه كيبغي سكنجبير. وغادي ندير خرقوم عرق كما كتشوفوا معايا، والابزار. صافي دابا غادي ندير ثوم غبره. الا ما كانش عندكم ديروا ثومه يعني عاديه ديال اللي كان خضره. صافي دابا غادي نخلط هاد التوابل كاملين باش يجينا، يعني نخليوه يدخل معاه شويه. هانتوما كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نخليوه بحال هكذا باش يترقد لينا مزيان في هذوك التوابل اللي درنا فيه. ومن بعد ما خلطته مزيان غادي عندي هاد السيبس هادي اللي غادي نهرسها مزيان. عندي هنايا السيبس حاره، نتوما يمكن لكم ديروا عاديه. غنهرسها مزيان باش غنفشها بعدا، يعني نحاول نكبوها غير شويه ونهرسوها مزيان باش يعني تجينا مهرمشه، هي اللي غادي نصايبوا بها. وهانتوما من بعد ما هرستو مزيان خويتو في الطبسيل. دابا غادي ندير ليه تقريبا واحد ديال 2 معالق ديال الحليب، اي حليب ولا القشده الطريه ولا المهم على حسب نتوما واللي متوفر عندكم. وغادي ندير واحد البيضه حتى هي غادي نهرسها، يعني اللي دغيا كيحضر دغيا وكيجي زوين ولذيذ كذلك ومقرمش. صافي غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان. وها هي كما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطتها كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندير فيها هذا الدجاج هذا ديالي صافي، وغادي نخلطو مزيان معاه، وغادي نخليه يتشرب تقريبا شي 10 دقائق ولا ربع ساعه بحال هكا، وغادي نقليه.